إذا تقول التغيير صعب راح أغير قناعتك. تعال شوف الحلقة هاي بيها قصة واقعية أنا عشتها وإجا المهر الحمد لله وافقت وراح ناخذها أصولي. بسس قطط بالعراق نسميهن بزازين، دببة وحيوانات مفترسة. غيرت أني من عدم تقبلي للقطط البزازين بالعراقي إلى امتلاكي لوحدة وتعلم. عرفوا التفاصيل داخل الفيديو. كنت البارحة معزوم بيت صديقي جواد من أفغانستان، وعنده هواية تربية القطط أو البزازين، فكل مرة يربون بيهن يكاثرون وينطوهن لأصدقائهم. المهم فقال لي يابا شنو رأيك بهالبزونة؟ قلت له جواد أنت تعرف بي ما أحب البزازين، أو مو ما أحبهم بصراحة، بس يعني ما متعلم عليها من كنت صغير حد ما كبرت، ما متعلمين إنه ببيتنا بزونة. قال لي زين شنو رأيك تاخذ وحدة بيهن تتسلون بيها بالبيت وإن عجبتكم بقوها؟ قلت له خلينا أشوف خلينا أفكر. فبعد ما نزلوا السبزي والقابولي بلاو والحمص والشغلات الباكستانية والأفغانية وشربنا الشاي أبو الزعفران وورا كرزات أفغانية رهيبة، قررت إنه آخذ البزونة بس لفترة مؤقتة، يعني إيش كم يوم أشوف شنو وضعي وياها، إن عجبتنا بقيناها، وإذا ما صار تفاهم بيناتنا رجع لي إياها. فالمهم اتفقنا على هذا الاتفاق. فصفنا قلت هاي شلون أدبرها، يعني لا عندي خبرة بالبزازين ولا أصلا مدخل بزونة بحياتي بالبيت. فالمن أخابر اتصلت بعامر، وانتم مثل ما تعرفون صورت لكم البزونه مالته قوبي اللي بالفيديو السابق. قلت له ابو قوبي، قال قول. لا قررت اجيب بزونه بالبيت. قال معقوله او تجيب بزونه بالبيت؟ قلت له اي والله شو اسوي، تغيرت القناعات. قلت له حبيبي عندك خبره 15 سنه بالبزازين. قال لي يعني تعرف بي عندي خبره، شو تريد قول؟ قلت له اريد مهر مال بزونه. قال شلون يعني؟ قلت له اريد شربايه واكل ومكان مال حمام، تجهيز كامل البزونه. قال خلاص ذني كلهم موجودات. عاد والله دقائق وخابرني ابو قوبي كان يقول لي الغراض كلهن موجودات تعال خذهن. فهسه انا بالطريق رايح البيت عامر حتى اخذهن. منطقة بيت عامر كلش حلوة تعجبني. بالاصل هاي كانت غابة كلها، غابة يعني احكي لكم دببة وحيوانات مفترسة هيك غابة قبل 30-40 سنة، بس بعدين قرروا انه يستثمرون بيها ويجرفوها ويسووها حي سكني. شلون بعض الغابة باقي يعني بقايا من عندها هنا ما مستثمرين بيها. شوف هذا حتى نهر صغير. باو هذا الطير ايش قد حلو ما شاء الله، يمكن مهزوم من بيت. السلام عليكم. This is the dowry. I told them that this is the dowry for my bazuna. What is this for? So you can put the cat in there to transfer. هاي عيني هاي حتى بس اخذ البزونة من بيت الى بيت. Yeah. زين. Put the cat inside. هاي البزونة جوا حتى ناخذها من بيت صاحبي الى بيتي ان شاء الله. This let's start with this first. اوكي. This is for تجهيزات the كاملة قلت لكم مهر. toilet for the cat. اوكي هاي الحمام مالها. And this is the corn dirt from the corn seed they make it. So that means they can flush it. وهذا للحمام مالتها. يعني شلون ناخذ من عنده شويه نحطه هنا بالكرتونه حتى البزونه تقعد هنا وتسوي حمام. بالمناسبه هذا مو رمل ولا اي شيء، مربين البزازين يعرفون هذا ماده طبيعيه من الذره هم مطحون بيها فد اشياء طبيعيه. تخيلوا الحمام مالتها اورجانيك. The bedroom and this is the bathroom. يعني قلت هاي غرفه النوم وهذا kitchen. الحمام وهذا kitchen. المطبخ. شوفوا يابا نساتل مال البزازين. نساتل وحلويات حتى بالليل تمزمز بيهن. با عامر ايش قال؟ قال هذني بالنسبه له حشيشه يحشش بيهن بالليل. لا مو بس هاي مطيب مال الحمام، يعني البزوم من يدخل الحمام بعدين تصير ريحه نحط له هذه على الرمل مالته حتى يرتاح نفسيا. حبايب اخذنا غرفه النوم والحمام والمطبخ والمزاميز، يلا وياي رايحين نجيب البزونه. وهاي بحيره انتاريو طبعا دا يبنون بيها مجمعات سكنيه على البحيره رهيبه. هاي كلها غابات كانت وبعدين حولوها مجمعات سكنيه، وهنا السكن يصير كلش غالي، يعني الشقه 3000-4000 دولار. ليش؟ لان مطلع على البحيره هاي. شوفوا الجمال. اضغط على الاشتراك وفعل الجرس وراح توصل لك فيديوهات جديده من اوس فلوجز. وانا بطريقي هسه حتى اروح اخذ البزونه من جواد. جهال جواد ما يدرون اني راح اخذ البزونه. قال فراح نهربها من باب الجراج. ليش؟ لان الخطين متعلقين بيها. السلام عليكم جواد. How are you brother? How are you? Because you have one. جواد دا يقنع بنته انه تعطيني البزونه. One for Leon. Can you please give me that please? Yes.
ثانك يو فيري ماتش وقال ابروف. حصلنا الموافقه من هذه. خايف من بنت جواد انه ما تعطينا البزونه، قلت راح اهربها من باب الجراج من هناك، بس الحمد لله وافقت وراح ناخذها اصولي. لا صارت في مفارقه لطيفه، طبينا جوده ناخذ البزونه وبنت جواد قفلت، قالت ما اعطيكم البزونه البنيه لان هي الوحيده، عندنا 3 من الولد اخذوا واحد من عندهم. فايش سوينا؟ قلنا والله البنيه عزيزه، عفنا لها اياه واخذنا الولد وهي عاد الولد. فمهر البنيه صار من نصيب الولد. وهناك كالعاده حاب اوقف الفيديو شويه واشكركم من القلب لان وصلتوا وياي لهذه الدقيقه من الفيديو. نسيت فد شيء مهم، تدرون ما عندي اسم له، فقررت على الفيديو الجاي ان شاء الله تعرفون اسمه. بسم الله، خلينا ننزل الغراض بالبدايه حتى نهيئ للاجواء. ناخذ الغراض داخل البيت ونرتب له الترتيبات، غرفة النوم والحمام والمطبخ، وبعدين ننزله من السيارة. راح اجيبه وليدنا هذا كل الهلا ببيتك الجديد. السيارة هسه راح اخذه على بيته الجديد كل الهلا. انا انساقت لان صار لهم سنين يدورون ورايا واقول لهم لا. طبعا بلشت وياه بالمزمزات حتى شويه يرتاح. راح نحطه هنا، اذا يريد ينام يطب الجنطه هاي، يريد ياكل الاكل هنا، الشرب هنا، بالحمام هنا، شي يريد بعد مدلل. يا هلا خطيه، خايف يرجع لي ورا، خايف من الكاميرا. لا خلينا نوخر الكاميرا. راح اقول لكم شيء، اكو فسر انتظرته 5 سنوات، انتظروا وياي ورا ما اجيبه هنا. السر اللي انتظرته 5 سنوات هو انه اني الرجيك تو كاتس بالانجليزي، يعني عندي حساسيه شديده من البزازين، كنت اعطس وسويت به تحاليل من معهد الحساسيه. المهم دخلت برنامج لمده 5 سنوات اضرب اوبر كل اسبوع، اخذ شاتس هنا حتى تاهلني انه ويا البزازين اصير فرندلي. 5 سنوات. نجهز له البيت. اول شيء يسوي له الرمل هذا اللي بالحقيقه هو مو رمل، عباره عن مواد طبيعيه يعني ذره وشغلات مخبوطه وياه. احط لي اياه هنا حتى يسوي حمام بيه. زين هاي شغله.